La parole au représentant de l'Algérie. Merci Madame la Présidente. Vous l'avez sans doute noté, l'Algérie a décidé en toute conscience, en toute responsabilité, de ne pas participer au vote de cette résolution. Pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer avec vous maintenant. D'abord, en raison, disons-le, de l'attitude du porte-plume. خليني بعد ما سمعت جزء بلغة الاستعمار خلينا لأنه ما زال هذول مستعمرين في عقولهم، خلينا نروح نجيبوا الترجمة. الجزائر. Merci Madame la Présidente. شكرا السيدة الرئيسة. لاحظتم بلا شك بأن الجزائر قررت بوعي كامل وبمسؤولية كاملة ألا تشارك في عملية التصويت على هذا القرار لأسباب مختلفة سأستعرضها معكم الآن. بداية، بسبب سلوك حامل القلم بصراحة. خلال هذا الأسبوع الفائت إن ملاحظاتنا التي تم توثيقها بشكل دقيق، التي تستند إلى أسس، تستند إلى صياغة متفق عليها في إطار هذا المجلس، وحرصنا على ذلك بشكل دقيق، هذه لم تؤخذ في الاعتبار. فلنقل ذلك بصراحة، هذه تم تجاهلها بشكل متعمد، وفوجئنا بذلك لأن ذلك يتعارض بشكل فاضح مع متطلبات المذكرة. خلونا باش ما نعطلكمش في واش يقول هذا الأخ. طبعا هذا ممثل الجزائر في الأمم المتحدة بن جمعة، عمار بن جمعة لمن لا يعرفه. هنا كان يهاجم بعد ما غضب. كان هناك قضية اللي هي قضية تجديد المينرسو. المينرسو هي قوات فصل ما بين القوات المغربية وقوات البوليزاريو. كاين هناك قوات للأمم المتحدة تسمى المينرسو تحاول الحفاظ على الهدنة اللي راهي قائمة وعلى الأمن في الصحراء الغربية إلى آخره إلى آخره، وعندها بعض الاختصاصات، وراي عندها أكثر من 30 سنة هناك. هذه القوة تاع المينرسو فيها آلاف الجنود وفيها إداريين وفيها غيرها. فكل نهاية أكتوبر يجي التجديد للمينرسو هذه في الأمم المتحدة، يعني يزيدوا لها عام ولا يحبسوها. فطبعا هذا العام أيضا زادوا لها عام، لكن هذا العام الأوضاع تغيرت. الأوضاع تغيرت في الحقيقة، تغيرت قبل 3 سنين 4 سنين، لكن هذا العام تغيرت بشكل كما نقولوا دراماتيكي. إعلاها مشتو ماكرون وين كان في المغرب، وأعلن أنه مع طرح المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء، وكان أعلن هذا على رسالة بعثها في 30 جويلية إلى الملك المغربي. ففرنسا اللي كانت تأخذ موقف أقرب إلى المغرب لكن ما هوش تماما مع المغرب، أصبحت الآن تماما مع المغرب. وعلاش كانت تأخذ قلنا ما أقرب بدون أن تحسم باش تحافظ على علاقاتها مع النظام تاع الجزائر. الآن حسمت أمرها، ففي مجلس الأمن أصبح الآن الولايات المتحدة معترفة بمغربية الصحراء. نحكي الخمسة الكبار، اللي يسمون الخمسة الكبار، يعني القوى الاستعمارية اللي عندها حق الفيتو. الولايات المتحدة عندها مغربية الصحراء منذ 2020. فرنسا مع مغربية الصحراء منذ 2 أو 3 شهور. وعندك الصين وبريطانيا وروسيا. الصين وبريطانيا ماخذين موقف
أقرب إلى المغرب، ولكن دون أن يامنوا بمغربية الصحراء. الروس ماخذ موقف حيادي، ما لا مع الجزائر ولا مع لا مع المغرب في قضية الصحراء. هذول الخمسة اللي عندهم النفوذ الحقيقي اللي يسموهم الخمسة الكبار. كاين 10 دول أخرى، الجزائر راهي معاهم الآن لمدة 2 ومن بعد تتبدل. هذا ال10 دول تأثيرهم مش كبير، لكن إذا كانت دولة معنية كما الجزائر معنية بالقضية فيصبح تحاول أنها تدير ما يسمى بالكولاسة، اللوبيينغ إلى آخره، وهذه كل الدبلوماسيين كلهم يديروها. عمار بن جمعة ممثل الجماعة في الجزائر عرفوا باللي هذه المرة الموقف لن يكون كما كان. فرنسا راحت موقف منحاز من وجهة نظر النظام الجزائري، منحاز تماما للمغرب، وبالتالي لما يجي الحديث على موضوع الصحراء الغربية راح يكون موقف النظام الجزائري أضعف مما كان عليه. قبل 5 سنوات كانت كل دول المجلس محايدة تقريبا، حتى اللي أقرب إلى المغرب في الطرح محايدة، لكن دخول أمريكا ثم فرنسا والصين الآن أميل، وإن لم تحسم أمرها لكن أميل إلى الطرح المغربي، وبريطانيا أميل، وإن كان هي أيضا كما قلت لم تقطع الخطوة الأخيرة. إذا الموضوع أصبح مزعج بالنسبة للنظام الجزائري، اللي هو بالنسبة له هذه القضية هي قضية حياة أو موت، مش للجزائر، حياة أو موت للنظام. وإحنا تحدثنا كثير كيفاش يستخدموا قضية الصحراء في الحقيقة لخنق الشعب الجزائري قبل المنطقة وقبل المغرب، وقبل تستخدم قضية الصحراء أولا لضرب الجزائر والجزائريين ولنهب أموالهم، باعتبار أن الأموال التي تشترى خدش عندنا العدو الكلاسيكي كما يسميه شنقريح. عندنا قال لك العدو التقليدي ولا القديم كيفاش سماه، يقصد فرنسا وما ولاش يتكلم عليه، وعندنا العدو الكلاسيكي. ولذلك قلنا عديد من المرات أن هذا الموضوع ذبحنا بكل ما تعنيه الكلمة. خلينا نرجعوا لي واش صرا بالضبط. فلما جاءوا يخرجوا اللائحة ريزوليسيون تاع القرار تاع مجلس الأمن، الجزائر ممثل العصابة ماشي الجزائر أراد إدخال بعض الإضافات على حقوق الإنسان، ضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكلام جميل كون جيتوا برك مطبقينه في الجزائر، بمعنى أنه المغرب باعتباره قوة احتلال يجب أن تحترم حقوق الإنسان للصحراويين اللي راهم تحت حكمها إلى آخره. حامل القلم اللي هو في الغالب يمثل دولة، وفي الغالب يمثل دولة من الدول الخمسة، وبدون أن أعرف من هو حامل القلم هذه المرة، ممكن جدا هي الولايات المتحدة، ممكن جدا، لكن بالك منا الغدوة يكون عرفنا شكون هو هذا حامل القلم. المهم دولة من الخمسة الكبار تسمى حامل القلم، هي اللي تحرر، باش يوريكم باللي هذوك 10 راهم تهريج سيرك، يعني عندهم راهم دوزيام كلاس، لا بريمير كلاس هما جماعة الخمسة هذون. فكان غاضب جدا، لأن علاش صاحب القلم قال له خلينا من هذه الزيادات وما كاش من هاي ما تفوتش، فما فوتوش الإضافات اللي كان بن جمعة يريد إضافتهم حول حقوق الإنسان للشعب الصحراوي. والحقيقة أنا مع حقوق الإنسان سواء الشعب الصحراوي أو الشعب الجزائري أو الشعب التونسي أو المغربي أو الهندي، كل الناس لازم تحصل على حقوقها. بصح العصابة تكذب. إذا أنتم ساجنين شعب كامل ومضاعفين بلد كامل، أنتم تدافعوا على حقوق الإنسان، أنتم أعداء حقوق الإنسان هو أنتم. ما مرش لأول مرة في تاريخ الجزائر فيما أعرف. الجزائر لحد الآن 3 مرات هي عضو مجلس الأمن، كل 20 سنة تجيها مرة باش تكون 2 عضو مجلس أمن غير دائم. لأول مرة في تاريخ الجزائر الممثل تاعها لا يحضر ويغادر غاضبا نقاش يعتبر النظام في الجزائر هو أهم نقاش في الأمم المتحدة ما يتعلق بالصحراء الغربية، أهم نقاش بالنسبة لهم ما يتعلق بالصحراء الغربية.
غادر غاضبا منزعجا شاتما، ومر ما شاركش في التصويت. جاء التصويت، واش كان فيه التصويت؟ تصويت 12 دولة وافقت على ما اقترحه حامل القلم بدون إدخال أي كلمة اللي اقترحها معمار بن جمعة. دولتين أخذت الحياد. من هما الدولتين اللي أخذت الحياد؟ دولة موزمبيق، دولة من الدول اللي تنضم مرة كل 20 سنة مدة سنتين، يعني عضو غير دائم، وروسيا. روسيا أخذت الحياد. طيب من اللي مشاو مع القرار؟ 8 دول من الدول غير دائمة العضوية تقريبا كلهم، إذن هما 10. 8 مشاو مع القرار كما اقترحه حامل القلم وهو ما أغضب عمار بن جمعة، و4 دول من مجلس الأمن. اللي فاجئ الجماعة في الجزائر هو موقف بريطانيا والصين، لأن فرنسا وأمريكا خلاص أنا عارفين باللي راهم مع الطرح المغربي. بريطانيا والصين، ولذلك أنا قلتهم أميل للطرح المغربي، بصح ما زال ما قطعوش نهائيا مع الجماعة في الجزائر. فأصبح هناك 4 دول من مجلس الأمن عضوية دائمة، و8 من العضوية غير دائمة. 12 من 15 طبعا فات القرار بسهولة وبشبه إجماع، فكان غاضبا جدا. وبعد عاود رجع، ممكن في العاصمة قالوا له لا عاود ولي، وش درت؟ مش عارف إلا هما أمروه باش يغادر المرة الأولى وهما أمروه باش يغادر المرة الثانية. هذا هو المرجح، ما نظنش يديرها من راسه يعني هو أصلا هذا كان مطرود، وكانوا عدة سنوات طردوه في زمن بوتفليقة، وكي جاء من بعد كانت عنده علاقة هكذا وصل فيها لشنقريحة، عاود جابوا شنقريحة وعينوه في مجلس الأمن عمار بن جمعة. فكانت للأسف مرة أخرى أقول للعصابة في الجزائر تلقيت هزيمة في قضية الصحراء الغربية مرة أخرى، وهذه المرة في مجلس الأمن، وهذه المرة كانت صاخبة. ولو كان جاء عمار بن جمعة عنده ذرة فهم للعمل الدبلوماسي لو كان ما غادرش، لأن المغادرة نتاعك معناها عبرت عن غضبك. وحتى لما جاي يتكلم راني سمعت له الخطاب على 3 تاع الصباح، راني نسمع فيه لما وصلني الخبر، كان يهاجم فيهم، كان تقريبا هاجم جزء من الجالسين في المجلس الأمن، وجزء قال لهم أنني عارف باللي انتوما عندكم دي غرانسمون راكم ماكوش موافقين، لكن عواصمكم فرضت عليكم. كيف عواصم تفرض عليهم؟ هذو ممثلين للعواصم تاعهم. يعني انت راك في السر، في علاقات سرية، في الكتابات السرية اللي تروح ما بين الممثل ودولته، وعرفت واش دولته قالت له، وهو كان معارض وجا قال لك راني معارض رأي دولتي بصح لازم نتبع. إلا راهم يقولوا لك فيها راهم يتمسخروا بك، لأن الممثل وانت المفروض دبلوماسي وعندك عمرك 75 سنة الآن و76 سنة، وعندك فيها 50 سنة في الدبلوماسية، تخرج المدرسة الوطنية للإدارة. يعني انت راك عارف باللي العواصم الممثلين الدبلوماسي يمثل دولته، ما يمثلش رأيه ولا راسه من راسه ولا قناعاته. لكن مرة أخرى فضيحة. بصح هذه وش تأشر أنه حتى في مجلس الأمن اللي كان فيها شوية، مثلا الصين تكون في الحياد، روسيا تكون في الحياد، ومرة يقبلوا أن الجماعة النظام في الجزائر يدخل بعض التعديلات والمغرب يرفضها، ومن بعد يقسموا بيناتهم ويقول لهم أوكي ندخلوا جزء وما ندخلوش جزء، لأن المغرب النظام المغربي الممثل تاعو ثاني كان حاضر باعتباره أنه معني بالقضية، يعني وإن كان مش عضو في المجلس. فكانت هزيمة، هذه هزيمة مدوية. واللي أعطاها هذا الصراخ هو عمار بن جمعة. كان عندنا أدنى ذكاء، لو كان كما يقولوا كان حطها داون، يعني كان لعبها لتحت، وزادوا ناشرينها فيما يسمى قناة AL 24. اللي ما سمعش يلقاها هناك، المساعد جابها من هناك. هذه فضيحة، كنتوا لازم تخبوها. كون جيت أنا وزير خارجية أو مسؤول في البلاد نستدعي هذا عمار بن جمعة وندخله، يعني نقول له مش فقط صحيح مش هو مسؤول على الفشل
اللي مسؤول على الفشل هو نظام الحكم. لكن ما تروحش تبرح، وقف، ما راكش في مدابزة نتاع قهوة، راك في مجلس عالمي وممثلين يمثلوا دولهم، وما تروحش تقول لهم انت انني عارف انتم عندكم رأي بصح العواصم نتاعكم فرضت عليكم. هذه فكرتني في قبل شهر لما خرج قرار الاتحاد الأوروبي، وبعض العواصم ما التزمتش به. المحكمة الأوروبية اللي منعت العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية، يعني ما فيش عقود هنا، قالت هذه العقود ما تمشيش. وعواصم دول أوروبية قالوا احنا مش رايحين نطبقوا هذا القرار تاع المحكمة الأوروبية، هم المفروض يطبقوه. فالنظام راح استدعاهم، لم يستدعي أي واحد على جال غزة وذبح غزة ومنذ سنة، بصح راح استدعاهم على هذا القرار. استدعى 4 ولا 5 سفراء من السفير الألماني والإسباني وغيرهم، وخرجوا في الإعلام يقولوا لنا بلي راهم قالوا لنا، يعني هما قالوا لوزير الخارجية أو اللي تلاقاهم بلي احنا راه عندنا رأي مختلف، بصح لازم نطبقوا نتاع العواصم نتاعنا. كيفاه؟ انتم راكم تستبغلوا في الناس، ولا هذا استحمار. الممثل الدبلوماسي ليس له رأيه الشخصي، إنما يمثل وتجيه التعليمات من العاصمة نتاعو، تقول له ما تفعل ولا تفعل في الأشياء المهمة. الأشياء اللي أقل هو يقدر الموقف، ولو كان يغلط يدخلوه. بكل أسف وألم قضية الصحراء هذه ما راكمش فاهمين. راكم ذبحتوا بها البلاد 50 سنة، وذبحتوا بها المنطقة 50 سنة، بصح الآن ما راكمش فاهمين، راكم تخسروا فيها نهائيا. بدل من أن تراجعوا لابروش، تراجعوا السياسة الفاشلة تاع 50 سنة اللي أدت إلى إضعاف المنطقة وإضعاف البلدين ما زلتوا رايحين في اتجاه خاطئ تماما. الوضع العالمي والوضع نتاعكم الداخلي المتميز بالاستبداد الداخلي، بقهر الحراك، بوجود نصف العصابة في السجون، نصفها مع تبون، بمزيد من سقوط الجنرالات، بالاضطرابات السياسية، بالوضع الاقتصادي المتدهور، الوضع الاجتماعي المتدهور، الحرقة اللي عاملة حالة. العالم الآخر يخرج يشوف السفارات والقنصليات اللي راهي موجودة وش راهم يديروا، راهم يشوفوا وراهم يقولوا هذا نظام راهو في حالة ضعف شديد، وقد ينتهي به الأمر إلى الانهيار. ما الدول هذيك وش تدير؟ تروح لمصالحها. ولذلك انتقل ماكرون من الموقف اللي كانت عليه فرنسا في قضية الصحراء الغربية إلى تبني الطرح المغربي نهائيا. يجب أن تراجعوا عقلكم. السياسة الخارجية والدبلوماسية لا يديرها جنرال مثل شنقريحة ولا يعطيكم تعليمات، لا يفهم شيء، هو لا يفهم شؤون العسكر، فكيف يفهم في شؤون السياسة الخارجية؟ راجعوا عقولكم شوية وطفوا هذا الجمرة اللي كلات المنطقة وأضعفتنا أيما إضعاف، والإضعاف في اثنين، في المغرب وفي الجزائر. وفهموا أننا شعبين شقيقين جارين، وأن التعاون هو الأصل وليس التصادم والخصام، وأنه مهما كانت بيناتنا خصومات، إذا كان خصومات هي ما كانش بين الشعبين، لكن بين النظامين راهي لن تصل أبدا إلى ما كانت عليه الخصومات ما بين الأوروبيين وغير الأوروبيين. عودوا إلى رشدكم وفهموا واهتموا بالشأن الجزائري، لأن حتى هذه الصحراء الغربية لو كان غدوة تصبح هي سنغافورة، صبحت هي سنغافورة أو هونغ كونغ، ماذا يستفيد الشعب الجزائري؟ لا شيء. كم عدد خوتنا الصحارى اللي راهم في تندوف؟ 100,000. كم عدد الجزائري؟ قريب 50 مليون. كم عدد المغاربة؟ أكثر من 40 مليون. ما نضيعوش 90 مليون على 100,000، وحتى هذه 100,000 مش راح يموتوا. توجد حلول تكون مناسبة للجميع.
وينتهي هذا التوتر وهذا الصراع وهذا الصدام وشراء الأسلحة والتخويف والذباب. واختم باش نقولها، لأنه اليوم وصلتني رسائل. واحد بعث لي رسالة وقال لي لازم أن تقول الحقيقة، وهو أن المغاربة كانوا يذبحوا الجزائريين في الثورة مع فرنسا. فأنا راح نجاوبه. صحيح، كانوا جزء من المغاربة اللي جابتهم فرنسا خدامين عندها جدارمية وعسكر ومارسوا الجرائم، كما فرنسا دات جزائريين إلى المغرب قبل الثورة. أيام كان لأن أيام الثورة كان المغرب بخذ استقلاله تقريبا، دات جزائريين ومارسوا نفس الشيء في المغرب. إذن كاين الجزائريين الحركة اللي استخدمتهم فرنسا في المغرب وقاموا بجرائم فظيعة، كما كاين حركة مرتزقة مغاربة استخدمتهم فرنسا وجندتهم في الجزائر وارتكبوا جرائم فظيعة في الجزائر. هذه حقيقة. وبالتالي هنا مسؤولية فردية لهؤلاء الذين فضلوا أن يكونوا جنودا وحركة عند الاستعمار اللي كان يستعمر البلدين في الحقيقة. لكن الشيء اللي لازم أن يقال واللي نلقوا بها الله سبحانه وتعالى وهي تاريخ، أن محمد الخامس رحمه الله رحمة واسعة من أعظم حسناته، وربما هي أعظم حسنة له، أنه وقف موقفا شريفا نظيفا شرسا قويا مع الثورة الجزائرية. وأنا لدي شهادات من ناس جلسوا معاه وقال وأعطاه هو أوامر، وهذو كانوا قادة في الثورة، وشهادات سمعتها من ناس كانوا قريبين منهم. أعطى أوامر نهار اللي راحوا يتلاقاوه وبدأت الثورة الجزائرية وتلاقاوه في 56 بعد ما رجع من، تعرفوا حتى 20 أوت 55 هذا راه كان إكراما لمحمد الخامس اللي كان نفي إلى مدغشقر، وأيضا أعيد نظن كان تاريخ نفي في هذاك التاريخ. فلما جاء الهجوم القسنطيني اختاروا له توقيت معين إكراما لمحمد الخامس، لأن يعرفوا موقفه حتى قبل الثورة من الجزائر. لكن نهار اللي أصبح وعاد واستقلت المغرب وعاد نوع من السلطة والسلطان الملك محمد الخامس، قال للثوار الجزائر اللي جلسوا مع المكتب، قال لهم خذوا ما تشاءون، وطلب من المساعدين نتاعو العسكريين والمدنيين، قال لهم افتحوا لهم خزائن السلاح واللي طلبوها الجزائريين خوت نعطوها لهم. هذه شهادة سمعتها مش مباشرة من اللي حضروا، ولكن من اللي كان حاضر كطرف نقولوا سكرتير، ولا يعني مش من اللي قادوا الحديث، ولكن كان حاضر كشاهد. هذه حقيقة. وباش نقول الجزائريين فقط اللي مرات راهم يدخلوا في هذه الخصومات، شوفوا باش تعرفوا احترام الثورة الجزائرية والشعب الجزائري والدولة الجزائرية حتى مع الخصومة بتاع 63. أحد أهم الشوارع في الجزائر العاصمة يسمى شارع محمد الخامس. كاين كثير من المدن الجزائرية اللي فيها ساحة محمد الخامس أو شارع محمد الخامس، تقديرا من ثوار الجزائر لما قدمه محمد الخامس للثورة الجزائرية. تعرفوا أنه ما فيش شارع بالأهمية تاع محمد الخامس اسمه عبد الناصر، مع أن عبد الناصر قدم أيضا للثورة الجزائرية، لكن محمد الخامس قدم بدون حسابات سياسية.